السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله يوم ال11 معانا في دوره كتاكيت عيد الاضحى المبارك. اول حاجه يا جماعه انا بتاسف على الصوت، صوت الدوشه بتاع الشارع، علشان احنا هنا دلوقتي بنصور في البلكونه، فدايما صوت الشارع بيبقى واضح. معلش انا اسفه. ده اول حاجه. تاني حاجه احنا النهارده هنكمل باذن الله بنفس المحلول الفموي والفيتامينات اللي احنا بدأناها امبارح. على لتر الميه بنحط نص غطا من المحلول الفموي ونص غطا من الفيتامينات. طيب لو احنا بنحط سقايه 2 لتر بنحط غطا وغطا. تمام؟ يا رب بس الصوت يكون واضح معاكم. بس حبايبي نص غطا كده اهو في الميه معانا، ده اللي هو المحلول الفموي. نص غطا من الفيتامينات، نص غطا. نسمي الله كده ونحطها الكتاكيت بتاعتنا. طبعا ان شاء الله في نهايه اليوم ال15 هنوزن تاني مع بعض. عايزه اوريكم كده حاجه. اللهم بارك. هو وزنه دلوقتي ما شاء الله يعني ممكن يكون عدى 300 جرام. طبعا زي ما احنا عارفين اول ما بيعدي النص كيلو بنبتدي نغير العلف بتاعنا. العلف نوعه ايه؟ انا بستخدم علف الحرمين. طبعا انا مش جايبه شوال من اللي هو الناعم ده، لان دوت بيبقى لفتره معينه وبنستغنى عنه، يعني بنغير باللي هو البادي، بالنامي. اسفل ده النامي البادي، فطبعا مش هجيب شوال وهيتركن عندي. دي كده العلف. حبايبي الكتكوت اللي هو كان صغير، بس اللهم بارك. وطبعا بنعرف حاجه تاني كمان بتعرفنا ان الكتاكيت ما شاء الله هترمي معانا وزن لما تبقى المؤخره بتاعتهم كده يعني مليانه او نازله لتحت كده. هي دي بتعرفي ان الكتكوت معاك هيرمي وزن. بصوا الكتكوت الصغير اهو اللي انا مسكته، والتاني اهو هناك خالص عند تاني واحد عند الزاويه كده بتاعت الحيطه. ده تاني كتكوت. هو ما شاء الله الله اكبر بداوا يحصلوهم يعني في الوزن. وده كان الفيديو بتاعنا حبايبي. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.